السلام عليكم، كيف الحال؟ أتمنى من الجميع يكونوا بخير. وصفتنا اليوم أجنحة الدجاج المقلية. بداية عندي الأجنحة، غسلتها بالمية والملح والطحين والخل والليمون، نقعتهم فيهم وغسلتهم وصفيتهم. ضفت عليها الملح والبابريكا المدخنة وبهارات الدجاج والزنجبيل والثوم باودر والكاري. بنخلطهم بنحركهم مع بعض ونسيبهم على جنب حتى نجهز تتبيلة أجنحة الدجاج. عندي الطحين وكوب من القرشلة أو البقسماط. أنا كان عندي خبز الفينو أو خبز الحمام أو أي خبز عندكم الفرنسي، حمصته وطحنته، حطيته بدل القرشلة وتبهرته بنفس تبهيرة اللي حطيناها على الأجنحة الدجاج. بنحركهم مع بعض وبنغلف فيهم الأجنحة. يعني بناخد قطعة قطعة من الأجنحة وبنتبل فيهم الأجنحة، بنغلفهم كويس وبنجهزهم للقلي. هيك عنا جهزت الأجنحة، تبلتها كلياتها وغلفتها بالتتبيلة عندي. على النار حط الطنجرة، نحط عليهم زيت غزير ونخلي الزيت يحمى على درجة حرارة عالية. بننزل عليها أجنحة الدجاج، بنحطهم بنقلبهم حتى يصير الدجاج عندي محمر. عندي أجنحة الدجاج بتتاكل مع عدة صوصات، منها الباربيكيو صوص والهاني ماستر وسويت تشيلي. عندي طريقة الهاني ماستر: معلقتين مايونيز ومعلقتين خردل ومعلقتين كبار العسل وبابريكا. بتخلطيهم كويس وبتجهزيهم حتى تتناوليهم مع أجنحة الدجاج. وهيك عندي الوصفة جهزت. يا ريت تكون عجبتكم، أكلة سهلة وبسيطة وزاكية بنفس الوقت. لا تنسوا دعمي بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.